الفيديو ده ملخص انمي باسلوبه بطريقه مختلفه، وهتلاقي فيه الفاظ وشتايم. هدفهم ان انا ازود الكوميديا في المشهد، ودي الطريقه اللي انا بشتغل بيها وناس كتير عجبتها. فلو انت مش بتحب الالفاظ والاسلوب ده تقدر توقف الفيديو من دلوقتي وتشوف حاجه تانية تتفرج عليها. ولو قررت ان انت تكمل كده يبقى انت عارف انت داخل على ايه. وهدفي من الملخصات دي في الاول وفي الاخر ان انا اضحكك مش اضايقك. احلى مسا على فخاد الرجاله فخد فخد. يا رب تكونوا بخير وفخادكم كمان بخير. النهارده هنكمل سلايم يا فحول، وده هيكون اخر جزء. بس خليني اشرح لكم حاجه. انمي سلايم حاليا متكون من 3 اجزاء، كل واحد فيهم 24 حلقه، والحمد لله الملخص ده هيكون اخر جزء فيهم. وبكده خلصنا اول 72 حلقه. اول 72 حلقه يا فحل، علشان حاليا الجزء الرابع شغال وهيتكون من 5 كور، كل واحد فيهم 12 او 13 حلقه، يعني لسه في بتاع 60 65 حلقه كمان يا فحل. يعني اللي راح تسفين واللي جاي الله المعين. حاليا نزل من الجزء الرابع 12 حلقه بس، ممكن الخصهم في القريب ان شاء الله. بعد كده هنستنى حبه حلوين على ما اجمع 12 حلقه وبعد كده الخصهم. بس لا تحزن اخي الفحل، عشان لما نخلص سلايم هيبقى عندنا وقت نبدا انمي تاني طويل. لسه بصراحه مش عارف ايه هو، بس هنعمل تصويت واعتقد ممكن هيكون بين فصل النخبه وبطل الدرع، وممكن دكتور زلطه او فول ميتال الكيميست او حتى مشوكو تنسي. هنشوف مع بعض يا فحول وهنظبط الدنيا. بس علشان تعرف ميعاد التصويت وتقدر تشارك، انا عملت جروب على الواتساب وهسيب لك اللينك في الوصف، تقدر تدخل علشان يجيلك تنبيه اول ما انزل حلقه جديده او التصويت او الاستريمات. من غير ما اطول عليك يا فحل، ما تنساش اللايك والاشتراك، وخلينا نبدا. بعد الأحداث الأخيرة اللي حصلت الدنيا بتهدى شوية، وريميرو بيبدأ يجهز للمهرجان اللي عاوز يعمله عشان يعرف العالم كله على تمبست. ريجارد بيبدأ يجهز الانفيتيشن علشان يبعتها، وشورا بتقول له يا فحل عاوزين نروح انجوراشيا، سمعت ان في حلواني هناك بيعمل حاجات حلوة عاوزين نجيبه. بيقول لها قشطة، وبياخدها وبيروحوا انجوراشيا. بيقابلوا لص عجينة بيكون عابر اجا من عالم تاني وكان شغال حلواني. ريميرو بيتفق معاه وبيقول له عاوزينك تيجي معانا تعمل لنا شوية بتايز وكرواسون على حتتين جاتو حلوين كده. وبيوافق لص عجينة. بنعدي على دولة دراجون المسلحة، بنشوف الملك جازل قاعد مع الرجالة بتوعه بيراجعوا التقارير الأخيرة. واحد اسمه بان بيقول مستحيل اصدق ان ضربة العشرة دي قدر يهزم هيناتا و100 جندي صليبي كمان. بيضحك جازل وبيقول له ريميرو قوي، بس فعلا انه يقدر يهزم هيناتا بعد فترة قصيرة من كونه سيد شيطاني دي حاجة مفاجأة. بتقول له واحدة عجوزة عايقة كده في نفسها، ريميرو بقى اقوى منك وده بقى بيشكل تهديد، لازم نعمل حاجه. بيقول لها جازل انا عارف ريميرو كويس وهو شخص طيب ما تقلقيش. بتيجي الالف المساعده بتاعته وبتديله الانفيتيشن بتاع المهرجان اللي ريميرو عامله. بنرجع تمبست تاني، ريميرو بيكون ماشي مع رانجا، بيسمع صوت ودوشه، بيروح يشوف في ايه. بتكون راميريس عامله حكايه مع واحد اسمه جوبوكي، بيروح ريميرو بيقول لهم في ايه، بس راميريس بتعمل نفسها عبيطه. وبيلاقي تيريني واقفه جنب بيت صغير شكله بتاع راميريس، فبيطلب من بريتا تشرح ايه اللي بيحصل. بتقول له راميريس قفلت المتاهه بتاعتها وقررت تيجي تعيش هنا في تمبس علشان المكان هناك بقى ممل ومفيش اي زوار او حد بيروح هناك. بتقول لها راميريس يا مرشده يا بنت العرس. بتقول لريميرو يا فحل لو طردتنا من هنا احنا 3 نوتي كده الوحوش في الغابه هتنكحنا، يرضيك؟ بيقول لها ما انتوا لو قعدتوا هنا انا هنكحكم. بتقول له يا ابن العرس. بيروحوا الاوضه بتاعت الاجتماعات. ريميرو بيقول لها بص يا عيل انت لو هتقعدي هنا يبقى لازم تشتغلي. بتقول له تقصد ايه؟ بيقول لها انا هبني حلبه كبيره ادرب فيها المجاملين من دول تانية واعمل فيها عروض ومسابقات، عاوزك تبني تحتها متاهه ويكون فيها وحوش الناس تيجي تتدرب فيها ويستمتعوا بوقتهم. عاوزها تتكون من 100 طابه والصعوبه تزيد مع كل طابه. بتفرح فشخ وبتوافق. بيجي الليل وريميرو بيروح لكوروبي في الخباثه، تحسه رايح يركبه. المهم بيدخل وكوروبي بيكون مجهز اسلحه ودروع كتير فشخ جودتها عاليه. بيكون كسب المهاره الفريده حرفي محنك لما ريميرو اتطور. المهم ريميرو بيفكر انه يحط اسلحه من دي جوه صناديق ويخبيها في المتاهه، والمجاملين يدخلوا يموتوا الوحوش ويدوروا على الكنوز دي، ويبني حوالين الحلبه والمتاهه مطاعم وفنادق ومحلات، وبكده هيكسب فلوس بالعبيط ويشغل الشغل. بيديله كوروبي سيف وبيقول له ده السيف اللي انت طلبته وتحفتي الفنيه. ريميرو بيقول له عظيم بديع مدهش. كوروبي بيقول له هو لسه مكملش، مع الوقت وانت بتستخدمه هيتطور لسلاح اسطوري وقوته هتختلف تماما. بيجي تاني يوم وبيروح لفيلدورا وبيقول له يا فحل جايب لك شغلانه. بيقول له ايه؟ لقيت مكان افتح فيه محل التبنياكي. والله التبنياكي ديت كاكله غريبه قوي، يعني معموله من تبن ونياكي، اكله زانيه. بيقول له لا، حاجه اجمد بكتير تليق بفحل زيك. راميريس هتيجي تعيش هنا وعملت متاهه من 100 طابق هيدخلها المجامرين ويموتوا فيها شويه وحوش، بس المتاهه دي محتاجه ملك يكون في اعلى طابق.
يكون فحل وبتاعه كبير. بيفرح فيلدورا فشخ، بيقول له ريميرو بقول لك بتاعه كبير يا ماكس يا ابن العرس. بيزعل فيلدورا بس ريميرو بيقول له خلاص ما تزعلش انت حبيبي، هاخدك هناك. ده غير انك في المتاهه هتقدر تحرر هالتك كلها وتتحول لشكل التنين عادي. بيفرح فيلدورا وبيروح المتاهه. راميريز بتقول لريميرو خطتك ماشيه اسهال، لما يروح الطابق ال100 ويحرر هالته هتخلق وحوش سحريه في باقي الطوابق، وكل ما تقرب من الطابق بتاع فيلدورا كل ما الوحوش بقت اقوى. بينزلوا المتاهه وفيلدورا بيحرر هالته، وكان حرفيا هيفشخهم وهو بيعمل كده، والخطه بتاعتهم بتنفع. بعد كده بيروحوا يفكروا في شويه افخاخ وحاجات. بيسأل راميريز بيقول لها تقدري تعمليها؟ بتقول له اه فحل عادي. بيقول لها طيب عندي فكره كمان. بتقول له ايه؟ بيقول لها عاوزين نعمل كام طوق براكين على شويه جليد، وما يضرش لو شويه كمان اعاصير. اوكي، مش عايز DVD؟ لا DVD نجيب له DVD. هو انا مصباح الاقي الدنيا ابن المرة؟ مفيش منه الكلام ده. بيقول لها خلاص رواي، بس بيجي صوت من وراه وبيقول له لو عاوز براكين وجليد كل اللي عليك انك تعمله انك تمسك شويه تنانين نار وشويه تنانين جليد وتجيبهم لهنا. بتكون دي ميليم وبتقول له لو محتاج مساعدتي يا فاحي انا ممكن اعمل كده بدالك. وبعدين يا ابن المرة قاعد بتمارس الاستمتاع بالوقت هنا من غيري. بيقول لها فيلدورا احنا شغالين هنا شغل صعب جدا، مش هيفهموا اطفال زيي. بتقول له مليم انت عمي ومش عاوز اشتمك بامك واقل منك قدامهم، خليك واقف بكرامتك. ريميرو بيقول لها كل ده جزء من المهرجان، عاوز اعمل حاجه جامده فشخله. راميريز بتغيظها وبتعرفها انها نقلت وبقت عايشه هنا في تمبس. بتمسك في ريميرو وبتقعد تصيح وبتبدا تتشاكل هي وراميريز، بس شونا بتدخل عليهم وبتقول لهم انا مش عايز قلق هنا، لا يعمل لي قلق. ريميرو بيقابل الضيوف والأعراق اللي جايين من غابة جورا العظيمة ويتعرف عليهم. بيجي الدور على عرق المينيتور والحصان الرايق العايق، بيتخانقوا مع بعض. ريميرو بيلاحظ ان قوتهم كبيره وممكن يستفيد منهم ويخليهم زعماء في المتاهه، لكن هم واقفين الحاجز بتاع شونا بيتكسر وبيحسوا بضغط هاله قوي جدا. بيقول وبياخد الرجاله وبيروح على مصدر الهاله. بيلاقي 3 فحول ماسكين الجوبلين والغيلان وهاتكين شرفهم. بيقول واحد منهم انت الشرموط اللي خلص على كلايمان وبقى سيد شيطاني قبل ما انا اخلص عليه واخد مكانه. بيقول له ريميرو انا يا امك، وبيكون رايح يكسر وش امه، لكن شيون بتوقفه بتقول له عنك يا فحل سيب لي انا الطلعه دي. بيقول لها انت البت ام بز كبير اللي خلصت على كلايمان، ابويا حكالي عنك، خليني فرقعهم لك اللي فرحانه بيهم دول. لكن اخوه بيقول له سيب لي انا فردتين البز دول، حوش انت طاقتك لسيد الشياطين. بيقول له يا ابن الكلب كنت هموت وافعصهم. شيرين بتقول لهم انتوا ال3 على بتاعي. ريميرو بيقول لها ان ال3 اقوى منك اصلا وبيطلب من بنيمارو يساعدها. بيقول له بنيمارو بلاش علشان ما تاخدنيش على راسها، سيبها تعمل اللي هي عايزاه. بيقول لهم ريميرو طيب اللي عاوز يفرقع جوز البزاز دول يجي ورايا، مش هنزني في المكان ده. وبياخدهم الحلبة الجديدة. تبدأ المعركة. بيهجم الواد التخين على شيون، لكنها بترزعه بوكس بالطيارة على واحد من اخواته وبترزع التاني بالشلوت. بيرجع يهجم عليها تاني لكنها بتشيله وبتقول له معاك دقيقة رصيد؟ بيقول لها بتقول له اتصل بحد ينيك وبتطيره بعيد. بيهجم عليها الاتنين التانيين لكنها بتفشخهم حرفيا في ثواني. ريميرو بيتفاجئ جدا من قوه شيون وبيقول لبنيمارو انت مش شايف انها اتطورت وبقت اقوى زياده عن اللزوم؟ حرفيا شيون دلوقتي بقت اقوى من معظم اسياد الشياطين. بيروح ريميرو ليهم وبيقول لهم شويه لراوي مش سامع صوتكم يعني. بيقول له طلعت اقوى بكتير عن ما ابويا حكالنا. بيقول له ريميرو انت ابن مين ياد انت وهو؟ بيقولوا له احنا اولاد سيد الشياطين داجرو، الكبير اسمه داجرا والوسطاني اسمه ليورا والصغير التخين ابو خدود دوت اسمه شنكارا. ليه دايما اخر العنقود هو الكلبوز ابو خدود؟ بيقول لهم ريميرو طيب ما انتوا ولاد داجرو للفحل، راجل محترم وبحبه، جايين تزنوا هنا ليه؟ بيقول له داجرا والله هو كان بعتنا نتدرب تحت جناحك بس حبينا نعمل نمره كده. بيقول له ليورا الفتره الاخيره كنا بنعمل مشاكل كتير وبقينا عنيفين زياده عن اللزوم، فالحاج الله يصلح حاله اتبضل مننا وطردنا. بيقول ريميرو امه مش عارف يربيكم فيربيكم عليا يعني هو ويجيب عيال وانا اتبعبص زينه. بيقول لهم ماشي وبيعين شيون تكون المدربه بتاعتهم. بيجي تاني يوم وبيكملوا التعارف بتاعهم مع باقي الاعراق. بيجي الدور على الالف. بيقول له الزعيم بتاعهم احنا كنا جايين وعشمانين فيك تهدي ولاد الاحبه من المينيتورس والاحصنه عشان الصراع اللي بينهم بيدمر المكان اللي بنعيش فيه وما عدناش عارفين نعيش او نزرع زي زمان. حتى في جزء كبير مننا راح يشتغل في ممالك تانية. بيقول له ريميرو ما عليك يا الربع، بجيب لك حته ارض لوز بالجوز والفيو بتاعها روعه، انتوا عددكم كام؟ بيقول له 300. بيقول له لا سهله ومتيسره. بيقول قائد الالف انا نفسي بعد ما نستقر كل الالف اللي مشيوا يرجعوا تاني ونبني المجتمع بتاعنا هنا ونفيدك بكل مهاراتنا. بيفتكر ريميرو مره كان قاعد مع ميولماير، لما دخل عليه كان قاعد مع واحد مش طايق امه وساله مين ده؟
قال له واحد ابن عرس تاجر عبيد، ومش اي عبيد، الفات كمان، وبيطلب من سوي انه يجيب له معلومات عن واحد اسمه كازاك. بيجي تاني يوم وبيقابل بنت زعيم قبيله التنجو موموياجي. بيفتكر بنمارو لما قابل موموياجي اول مره وكانت ألبس معاه، كان بيطلب منهم الاذن بانهم يبنوا طريق ويعملوا لا مؤاخذه خرم في الجبل المقدس بتاعهم. بتقول له موموياجي احا دي اهانه، مش كفايه انك جايب افعى متوحشه بزازها كبيره هنا. بتقوم ألبس وبتقول لها اما انك شرموطه بصحيح، وبتحاول تحولها لحجر، لكن موموياجي مش بتتاثر وبتهجم على ألبس. بنمارو بيقعد يشرب الشاي وبيديها واحده انا ام اباجوره، لكن الوضع بيوسع والدنيا بتسخن فبيتدخل. ألبس بتقول له بره عنك الحوار ده، بيقول لها تنيلك هتكنيلها في اللي خلفتك، لو ما اتدخلتش كان فاتها شقاكي نصين دلوقتي. بتقول له موموياجي مش للدرجه، بيقول لها لا انت لسه مش عارفه تتحكمي في هالتك وكنت هتموتيها. بتقول له ألبس احا انا كنت هخسر. بتدخل عليهم واحده وبتقول له موموياجي يا بنت الكلب عامله قلق ليه؟ اوف هذا هو ذوقي الذئب الملبن. بتكون دي امها وكبيرة التانجو بيقعدوا معاها تاني، وبتقول لبنمارو الاسلوب اللي انت استخدمته دوت اسلوب السديد. بيتفاجئ وبيقول لها انا لاحظت ان تحركات موموياجي شبه تحركاتي بالسيف والهجوم بتاعها كان قوي جدا. بتقول انا كمان اتعلمت الاسلوب ده ونقلته لموموياجي، ومعلمي كان بياكويا اراكي. بيتفاجئ ألبس وبنمارو لما بيسمعوا الاسم ده. بتقول من 300 سنة كنت عايشة في قرية الأوجر بتدرب على السيف، ومعلمي بياكويا كان عنده حفيد كان هو زميلي في التدريب. معلمي دايما كان بيقول مفيش حاجه مضايقاني اكتر من عدم قدرتي ان اديكم اسماء، بسبب ان بياكويا كان بشري ولو ادى اسم الوحش ممكن يموت. بس بعد فتره طويله مات بياكويا، والحفيد اللي سابه بقى لقبه حكيم السيف، وانا اعجبت بيه وبمهارته بالسيف. بيقول لها بنمارو ده هاكورو، بتقول له هو لسه عايش واخد اسم كمان. بنمارو بيقول احا يا هاكورو يا نمس، بقى كنت ماشي مع الحنشيه دي. بتقول انا مبسوطه جدا انه لسه عايش. بتقول لي بنمارو انا موافقه على كل حاجه انت قلتها، لكن عندي شرط انك تتجوز موموياجي. ألبس اللي هو انا كسوم اباجوره بيقوم يمشي بنمارو وبيقول لها اديني فرصه ارجع وافكر. بنرجع تاني للوقت الحالي وريميرو بيوقع على اتفاقيه سلام وبيزنس بين تمبست وجبل كوشا. بيطلع واحد من اتباع موموياجي ظرف في جواب بيديه لشونا وبيقول لها ده من القائده بتاعتنا. بتقراه وبتلاقي الرساله بتقول يا هاكورو يا فحل يا سفاح يا دباح، مش هتيجي نقضي ليله نار ونخوي البت موموياجي ولا خلاص بتاعك ما عادش بيقف؟ بتتحرج موموياجي فشخ وبتقول احا مش الجواب ده. بتكون امها حاطه جواب ساكن لهاكورو مع الجواب بتاع ريميرو. في نفس الوقت بيوصل هاكورو من فالموس وبياخد الجواب بيكمله وبتاعه بيقف. في اخر الجواب كانت بتقول له انا عاوزاك تاخد بالك من بنتنا، هي لسه صغيره عندها 15 سنه وناقصها خبره كتير، عاوزاك تدربها كويس وابقى عد نفجر ازازتين بيره مع بعض. بيكون هاكورو هو ابو موموياجي، كان فقع الذئبه الملبن سن من زمان وراجع لها اسباب لانهيار الاتحاد السوفيتي. بتقول له موموياجي انت بابا، بيقول لها لا ماما يا بنت الجبيه، نفس جباوه امك، وبتاخده بالحضن. بعد شويه رومانسيه وكرنج بيقول لها ادربك لحد ما تبقى اقوى من بنمارو وتخليه يحبك ويتجوزك. بنمارو بيقول له احا انا بركز في كاريري دلوقتي. بيقول له هاكورو قول انك شاذ، انا شاكك فيك من زمان اصلا. بيقول له يا ابن العرس. بتتدخل شونا وبتقول له علشان كده ألبس سابت لك رساله معايا. بيقول لها ايه؟ بتقول لك ألبس انا مش هخسر قدام موموياجي وهكسب قلبك انا كمان، وهحاول اكون زوجتك الشرعيه، وفي اسوأ الاحوال لو ما قدرتش اكون زوجتك يكفيني اكون الجاريه بتاعتك الشرموطه يعني. بيقول له ريميرو هتعرف تسد مع الاتنين ولا اجيب لك حبيتين ومرهم للانتصاب؟ بيقول له عيب عليك. بيعدي كام يوم وريميرو بيلم الرجاله وبيخلي ميول ماير يشرح لهم المهرجان هيمشي ازاي. بعد كده بيسال سوي بيقول له عملت ايه في اللي طلبته منك؟ بيقول له كذاك اللي انت قلت لي اتحرى عنه ممسوك في بولمون وبيطفوا سجاير في باطه. بيتفاجئ ميول ماير. بيكمل سوي وبيقول ان كذاك كان ضابط وقائد في ارتوروس. بيقول ميول ماير احا ازاي، وريميرو بيقول له مين ارتوروس؟ بيقول له مجموعه من تجار العبيد، ومش من التجار العاديين، لا من ولاد الاحبه كمان، بيتكونوا من المحاربين واسرى الحرب ووحوش سحريه ومجموعه كبيره من الماجين، وعندهم قوه عسكريه بتوازي دوله. بيقول له سوي كانوا كده. بيقول له ريميرو تقصد ايه؟ بيقول له ماتوا كلهم على ايد البطل مسايوكي سرعه البرق. يا فحول انا عارف الجزء اللي فات انا قلت البطله مسايوكي كنت فاكرها انتايه، بس والله ما مني دي الترجمه بنت الاحبه. مش هقول لك بتختلف بين كل موقع وموقع، لا انا بتفرج على نفس الموقع والترجمه بتختلف بين كل حلقه والتانيه. زينه حرفيا زينه. بنشوف مسايوكي كان بيكلم يوكي وبيقول له هشوفك هناك، وبنشوف الفرقه بتاعت مسايوكي. بيفتكر لما كان في العالم التاني وماشي مع واحد صاحبه
وفي واحده عدت قدامه وقال له اوف بص على الطيس دي، ومره واحده اتنقل للعالم ده. اول ما بيوصل للعالم ده في بنت بتجري عليه وبتقول له انقذني. في اللحظه ديت بيكسب المهاره الفريده المختار، بيقدر يوقف اللي كان بيهجم عليها عن طريق الصدفه، والناس كلها حواليه بتقتنع انه بطل، حتى المجرم بيقول له انضم ليك والنبي. كل دوت بسبب مهارته الفريده اللي بتزود حظه وبتغير احتمالات كل حاجه علشان تبقى في صالحه. من الاخر دخان كتير كفته قليل وماشيه معاه بالستر. كل شعب انجوراشيا بيكون عامل حفله عشان مسايوكي رايح تنبس، فاكرينه راح يخلص على ريميرو بعد ما هيناتا كسرت منه. بنرجع تاني لريميرو وبيقول بما انه خلص على تجار العبيد وحرر العبيد فهو شخص طيب. بيقول له سوري بس في معلومات بتقول انه جاي هنا وناوي يعمل قلق، سيبنا اروح اخلص عليه. شونا بتقول له احا وانا ده انا سنه بتاعي وهرده على رفاعي. ديابلو بيقول لها ريحي رفاعي المره دي وسيبي لي الحوار ده. ريميرو بيقول لهم يا ولاد الاحبه المهرجان بعد 3 ايام مش عاوز قلق هنا. بيروح ريميرو انجوراشيا يشوف يوكي، ويوكي بيقول له الا فينك يا ابو الفحول من زمان. ريميرو بيقول له سيبني في حالي ده انا اتزنى فيا، دخلت في معركه مع هيناتا وبعد كده مع مملكه فالموس ورحت اجتماع لاسياد الشياطين، بعدها على طول معركه مع الفرسان المقدسين والاجرام السماويه وزينه. بيقول له بس شكلك 100 فل و10 اهو. بيقول له عيب عليك هو انا خول ولا ايه؟ المهم انا جاي لك في حكايه تانية، انا عارف انك مشغول بس عاوزك تحضر المهرجان بتاعي. بيقول له يوكي عيب عليك انا مجهز الشنطه بتاعتي وما تقلقش انا عندي تابع مخلص اقدر اعتمد عليه هنا. بيدخل عليهم كزليم ويوكي بيعرفه، بيقول له دي تابعتي كغالي. بتقول له احلى مسا على فخاد سيد الشياطين. ريميرو بيقول لها انا اول مره اشوفك هنا. بتقول له ما انا مستكشفه بروح استكشف انقاض الممالك القديمه ولسه راجعه من رحله. بيقول لها سمعت عن مملكه قديمه لسه في انقاض ليها لحد دلوقتي في الارض اللي كلايمان كان بيسيطر عليها. بتعمل نفسها عبيطه وبتقول له ايه ده بجد؟ بيقول لها انا كنت ناوي اروح استكشف المكان بس ممكن اعينك انت وتروحي تشوفي الدنيا. بتقول له تسلم يا فحل. بيروح ياخد الاطفال من المدرسه وبيرجعوا تنبس عشان المهرجان. بيقول لهم انا مشغول الفتره الجايه ومش عاوز قلق هنا، اللي هيعمل قلق هطلع ميتين امه. وبيدي كل واحد فيهم سلسله بتسمح له انه ياكل ويشرب ويروح يعمل كل حاجه هو عاوزها في المدينه ببلاش. بعد كده بيخرج يستقبل مسايوكي والالف اللي كانوا عبيد. الفريق بتاع مسايوكي بيقول له جهز نفسك علشان مسايوكي هيركبك ويفشخك ويحط عليك، ما تفتكروش يا شرمط شبه هيناتا علشان هو هيجيبهم فيك يدفيك. ومسايوكي بيكون مشغل وضع انا كنت اباجوره. ريميرو بيقول لهم انا مش عاوز ادخل معاكم في مشاكل خلينا اصحاب. بيضحكوا وبيقولوا خول جبتوا ورا ليه؟ شيون بتكون متضايقه جدا وهتنكحهم لكن ريميرو بيهديها. وبيجي يوكي بيقول لهم ان ريميرو صديق فعلا وبيحاول يعمل علاقات كويسه مع الدول كلها. بيقول له يا عم بس ده سيد شيطاني. بيقول لهم ريميرو بقول لكم بقى يا ولاد الاحبه خنقتوا بيتين امي، بكره في مسابقه في الحلبه اشتركوا فيها ولما تبقوا تكسبوا نبقى نشوف الموضوع ده بعدين. بيقول له ايه ده انت عاوز تتفشخ قدام الجماهير؟ بيضغطوا على مسايوكي علشان يوافق وبيعمل كده. يوكي بيقول له انت متاكد يا ابني؟ بيقول له ما هي كانت ماشيه معايا زبادي خلاط في كل اللي فات، هتيجي على ديت يعني؟ سيبها بقى زي ما هي ورزقها. بيجي الليل ريميرو بيجتمع بالنبلاء من كل حته وقاده الدول وبيقعدوا يمارسوا الاكل والاحتفالات. بيدخل جلده معاه سمكه من نوع العضو المنتصر وهاكرو بيقطعها زبين مليون حته وبيعمل وليمه سوشي. ريميرو بيبقى فرحان فشخ وبيقول شكلها تبقى ليله جامده، لكن البشر والنبلاء بيبقوا قرفانين من فكره انهم ياكلوا السمك ني. بس ريميرو بيروح يضرب سوشي، بيجي له انتصاب في علامات التذوق. في نفس الوقت بتيجي هيناتا وبتقول له اللي ياكل لوحده يزور، بيقول لها واللي يبص بعينه يعور، وبتقعد تمارس الاكل هي كمان. وبيضم بعد كده عليهم يوكي والدنيا بتبقى ماشيه زبادي خلاط، وجازل وباقي الملوك بيجوا ينضموا ليهم. مره واحده بيحصل قلق جامد فشخ وبيدخل عليهم واحد وبيقول لهم مصيبه. بتقول له شيون ايه اللي حصل؟ بيقول لها في شيء كبير فشخ طاير في المدينه. بتقول له شيون احا اكبر من بتاعي يعني؟ بيكون ده ملك التنانين الحارس من سلاله السحر ساريون. وبيدخل واحد تاني بسرعه وبيقول لهم مصيبه، الامبراطوره المشيه ساريون هبطت على الارض هنا. وواحده تانية بتيجي وبتقول ان باقي قوات الامبراطوره المشيه في الطريق لهنا. بيقول ريميرو ايوه يعني نعمل ايه؟ حد يقدم لها ويلكم درينك يا ابني. بيقول له جازل يا ابن الاحبه ويلكم درينك ايه بس؟ خبر زي ان الامبراطوره المشيه تسيب المملكه بتاعتها وتخرج ده كفيل لوحده يهز المنطقه كلها. بيقول له ريميرو ليه يا عم كل ده؟ بيقول له جازل ان دوله الصحراء ساريون دوله ضخمه ما تقلش حاجه عن دولتي وانجوراشيا وروبيريوس، بس على الرغم من ده هي دوله مستقله ومش جزء من مجلس الغرب، وتعتبر الامبراطوره المشيه سليله الحاكم. يا شباب
في الحلقة اللي فاتت انا وضحت اني هستخدم مصطلح اله علشان افهمكم القصة، لان ما كنتش لاقي بديل ولا عارف اتجنبه، بس في شباب في الكومنتات قالوا لي غيروا اللفظ حاكم زي باقي اللي بيلخصوا. بصراحة وقتها ما جاتش في بالي، بس قشطة، بعد كده من دلوقتي وفي اي ملخص هعمله لو اجى مصطلح اله هقول بداله حاكم. خلونا نكمل. بيكمل جازل وبيقول المشية قوية جدا لدرجة انها نصبت نفسها الامبراطورة السماوية. بيقول يوكي ان دراجون بتفتخر بتاريخها اللي بقاله اكتر من 1000 سنة، لكن ساريون بقالها اكتر من 2000 سنة. بيقول جازل حتى انا مش ندي ليها. ازاي بس يا فح؟ ما تقولش كده، هم حبيتين وانبوبة مرهم وهتخرمها. ايه كان يقصد مش ندي ليها في القتال مش في السرير؟ تمام. لا يا جازل اخويا، في الحلقه ديت انت دخان كتير كفته قليل. داخلين في 70 حلقه لحد دلوقتي وما شفتلكش اي منكش، وفي كل حرب بتوصل بعد ما بتخلص. بيكمل جازل وبيقول ان في ملوك بيعيشوا ويموتوا من غير ما تجيلهم فرصه انهم يشوفوها اصلا. بيقول له ريميرو يعني تستاهل اديها الصدر بدل الورك واحنا بنوزع الاكل. بيقول له جازل ورك ايه وصدر ايه يا ابن. بتدخل المشية وبتقول لريميرو اتشرفت بدعوتك ليا. ريميرو بيقول لها والله يا ملكة انضف ضيف جالي النهارده في الحفلة بنت الأحبة دي، لكن ريميرو بيتجمد مكانه والنظام بيتدخل وبيبطل التأثير بتاع التدخل الذهني. وبيقول لريميرو ده مش هجوم، بس ده ناتج للهلا والحضور البطولي بتاعها. ريميرو بيقول لالو الحضور البطولي بتاعها اعلى بكتير من جازل. بيقعدوا مع بعض شويه وبيحصل قلق تاني بسبب وصول ميليم وكاريون وفري، بس اليوم بيخلص على كده. وبيجي تاني يوم وريميرو بيلقي عليهم الخطاب بتاعه قبل ما المهرجان يبدأ، ووسط كل اللي موجودين بتكون ماريبل موجودة. بيروحوا قاعة الأوبرا والجوبلين بيبدأوا يعزفوا. بعد ما بيخلصوا ريميرو بيقوم يسقف، لكن النور بيقفل وبتظهر شونا وشيون بتبقى اوف خالص وبيدوها كوبليه صغير كده. اقصد الاوبرا. بيروحوا قسم العلوم وفيستا وجابيرو بيعرفوهم على احدث الادويه لمعالجه سرعه القذف وضعف الانتصاب اللي وصلوا لها في تيمبست لحد دلوقتي. بعد كده ريميرو بيروح يقابل لومينس. بتقول له الاداء اللي في الاوبرا النهارده دوت كان عظمه فشخ، انا بحب الموسيقى جدا وعاوز ابعت لك مجموعه من اتباعي تعلمهم وتديهم خبرات، وفي المقابل هديك مهاره. بيقول لها مهاره ايه؟ بتقول له بركه الحاكم اللي هتسمح لك تستخدم جزء من قوتي. بيوافق ريميرو وبتديله المهاره، وبيقول كده كل اتباعها هيقدروا يستخدموا السحر المقدس هم كمان. لومينوس بتقول له ان في زوار من اللي حضروا المهرجان عندهم هاله مشؤومه جدا. بيقول لها ريميرو حصل وانا حسيت بيهم وهم 2. بتقول له بالظبط ما ترخيش دفاعاتك، انت دلوقتي واحد من الاوكتاجرام. تاني يوم بيروحوا الكولسيو وبتبدا بطوله تيمبست للفنون القتاليه، وبتكون مقدمه الحدث سوكا. بتقول ان اقوى جنود والحراس لسيد الشياطين ريميرو هم ديابلو وشيون وبينيمارو، لكن من المسابقه النهارده اللي هيفوز فيها هيكون الحارس الرابع. المتسابقين اللي عدوا من التصفيات حاليا، اول واحد هو البطل ماسايوكي، البطل اللي بيخلص على منافسينه من قبل ما يسحب سيفه. ريميرو بيقول احد ازاي ده؟ بيظهر سوي جنبه وبيقول انا شفت التصفيات امبارح، واللي كان بيعمل الشغل كله وبيخلص على المنافسين هو التابع بتاعه الضبع المسحور، وكان بيهدي الانتصار ليه. بيقول ريميرو طب ما احنا كده ما نعرفش اي حاجه عنه. بعد كده بتقدم سوكا الضبع المسحور، وبعد منه السياف الانسيابي جاي، والمقاتل الرابع بوفيكس، والمقاتل الخامس ايكوس. بعد كده بتقول البطل الاخير معانا النهارده هو شخص مقنع شارك في اللحظات الاخيره وخلص على كل خصومه. ما عرفتكش انا كده يا ابن الوسكه، لا مش كاريون ده. بتكمل سوكا وبتقول في 2 كمان من افضل رجال ريميرو سما، جوبتا الشراكش وجلد اللي يديك وما يقولكش. بتبدا القرعه علشان يحددوا جدول المباريات. ريميرو بيتفاجئ ان ماسايوكي ضد زميله، وبتبدا اول جوله بين بوفيكس وايكوس. بيكونوا اقوياء جدا، بس بوفيكس بيرمي الفاس بتاعه بيقطع ايد ايكوس. بيقول له يا ابن المرة، وبيمسك الرمح بتاعه وبيخرمه حرفيا وبيحشره له لا مؤاخذه في بطنه. بيحاول ايكوس يسحب الرمح لكنه مش بيعرف، وبوفيكس بيخرمه بقرونه وبيستخدم هجوم رعد عليه، بيحمصه وبيخلص عليه. بعد كده بتكون الجوله بتاعت ماسايوكي، لكن زميله بينسحب
والمباراة بتخلص قبل ما بتبدأ. بعد كده بنروح للمعركة بين جاي وجوبتا. بيقول جاي لريميرو انا هخلص على جوبتا، بعدها بتحداك في معركة فردية عشان اثبت لكل اللي هنا ان الابطال واساد الشياطين على بتاعي. ديابلو اللي بيسخن وبيقول له ده انا هخليك تحطه تحت لسانك وتصفر، بس بتوقفه سوكا وبتقول له انت الحكم روق يا فحل. بيهجم على جوبتا لكن جوبتا بيتفادى كل الهجمات وبيفضل يهرب. ريميرو بيقول مش هنخلص النهارده وبينادي على جوبتا، بيقول له خلص على الشرموط ده وليك فطيره سجق كيري. بيقول له جوبتا وكنزايه، بيقول له قشطه. بيستدعي جوبتا ذئب وبيخلص على جاي بهجوم واحد. بيتفاجئ جدا جوبتا ان الذئب اللي خرج كان رانجا. بنروح للمعركه الرابعه اللي بين كاريون وجيلد. بتكون المعركة 6 وجيلد بيكون فحل بيستحمل هجمات كاريون، بس كاريون بيسخن وبيستخدم هجوم الأوف أح الحارق بيخلص على جلد بيه. بنروح للمعركة اللي بعد كده بين ماسايوكي وبوفيكس، بس قبل ما بتبدأ بيروح ماسايوكي وبياخد المايك وبيقول انت النهارده تعبت في معركتك، ولو واجهتك دلوقتي في الغالب انا اللي هكسب، وانا شايف ان ده مش عدل، فبقترح اننا نأجل المباراة دي. انت هتكون احد زعماء المتاهة، فانا شايف اننا اجيلك يوم المتاهة تكون فاطر ومزاجك قشطة ونبدأ المعركة بتاعتنا علشان النتيجة تكون منصفة. بيقول له بوفيكس عندك حق وبيسلم عليه وبينسحب. ريميرو بيقول له احا يا ابن العرس، والجمهور بيقول شفته اما انه بطل انسان بصحيح اشفق على خصمه الجريح. بتبدا بعد كده المعركه بين كاريون وجوبتا. بيستدعي جوبتا رانجا وبيقول له بوس ايدك مش عاوزه يركبني اعمل حاجه، لكن كاريون بيبدا بالهجوم عليهم وبيقول لهم انسحبوا. بيهجم عليه رانجا لكنه بيفقلسه، بعد كده بيطير وبيديله زربيح من الهجمات الفتاكه المتاكه بنت رانجا بيهرب بره الحلبة شبه اللباوي، بس جوبتا بيطير جنب كاريون وبيستخدم الاستدعاء وبيطلع رانجا. بيهجم على كاريون وبيقدر يقطع جزء من الماسك. كاريون بيحاول يداري وشه وجوبتا بيستغل ده وبيقعد يهجم عليه كتير. في الوضع دوت كاريون بيقرر يعمل انسحاب تكتيكي وبيسيب جوبتا يكسب، وبكده النهايه هيكون تاني يوم بين جوبتا وماسايوكي. بيجي الليل وريميرو بيكون قاعد مع الرجاله، ومن الواضح كده عندهم ضائقه ماليه بسبب تجار التجزئه اللي يجوا يشاركوا في المهرجان ووفروا بضاعه، ودلوقتي بيطالبوا كلهم بفلوسهم. ريميرو بيكون عنده فلوس بس بعملات مختلفه، وكل التجار عاوزينها بعمله الاقزام علشان هي الاشهر في التجاره، بس بيدخل عليهم جازي وبيقول لريميرو ما تقلقش يا فحل، انا معايا 1500 قطعه ذهبيه، كنت ناوي اجيب شويه حاجات من كارفور وانا راجع الدوله بتاعتي، بس مش خساره فيك يا فحل. بيقول ميولماير كده عظمه فشخ، لسه ناقصنا جزء بسيط. في الوقت دوت بتدخل الامبراطوره الميشيا بتقول انا ممكن اساعد. بيرفض ريميرو لكن جازل بيقول له انسى، بمجرد انها تقرر تعمل حاجه محدش هيقدر يوقفها. بتوعد الميشيا وبتقول لجازل الله يرحمه جدا كان راجل وش سمح وبيضحك على طول مش كشري شبهك، بيقول لها علشان كده ابويا من بعضه اتبعبص وقضى عمره كله بيصلح وراه. بتقول الميشيا لريميرو انا هديك الفلوس اللي انت عاوزها، انا عاوز اعمق التعاون بين الدولتين بتوعنا، بس عندي طلب في المقابل، المره الجايه لما تيجي تعمل مهرجان زي ده ابقى ابعت لي من بدري، عاوز اشارك في التحضيرات. بيقول لها بس كده، بتقول له اه، وبتطلع البوك بتاعها من بزها وبتفتحه وبتنزل زربيح دنانير. وريميرو بيقول لها هديكي بدلهم عملات نجميه بنفس قيمتهم. بتقول له تمام. والميشيا بتقول له بس يا فحل انا عشت كتير وشفت، واللي حصل معاك ده في الغالب كان الهدف منه احراجك، وفي اخر لحظه هيظهر شخص يديك الفلوس، وده تقريبا مخطط من حد عاوز يبعبص دولتك. بيقول ميولماير ان تجار التجزئه دولت اللي ليهم فلوس ما يعرفهمش. بتقول له بالظبط اسهل حل ان حد يتحكم فيك انه يكون كاسر عينك، يعني يا ناك يا لي فلوس عندك، وانت في اللحظه الاخيره كان هيظهر لك حد يديك الفلوس وانت كنت هتوافق علشان المهرجان بتاعك ما يبصش او الثقه بتاعت بلدك تروح. وفي الغالب اللي هيظهر ده مش هيكون هو الشخص الحقيقي، هيكون تابع للشخص اللي بيتحكم في الصوره كلها من ورا الكواليس. بيقول لها بينيمارو انت شاكه في مين؟ بتقول له انا مش شاكه في حد، انا كده كده دولتي مش تبع المجلس الغربي، بس الراجل ده ممكن يكون عارف مين، وقصدها بيكون على ميولماير. بيقول لهم في الواقع انا سمعت قبل كده ان في لجنه سريه بتتحكم في الاقليم الغربي. بيقول له ريميرو تفتكر هم اللي ورا اللي بيحصل ده؟ بيقول له في الغالب اه. بيقول سوي لو اي ابن احبه قرر انه يدعمنا هتحرى عنه وافضح اصول امه. بتقول الميشيا ريميرو عندي سؤال ليك يا فحل. بيقول لها ايه؟ بتحرر هاله قويه جدا ومرعبه. وبتقول لريميرو انا بفكر في دخول حلف معاك، بس قبل ما اعمل كده انا عاوز اعرف افكارك. ريميرو بيحرر هالته وبيقول لها اسالي اللي انت عاوزاه. بتقول له انت ناوي تتعامل مع الشيطان ده ازاي؟ ده شيطان اصلي والاخطر بين كل الشياطين وكل اللي موجودين هنا. ريميرو بيتفاجئ لما بيسمع مصطلح اصلي، بس بيقول لها انا مش ناوي حاجه، ديابلو راجل جدع ومخلص ليا وهو بيخدمني وهو مستمتع بده، ده غير انه كيوت فشخ. بتقول له المشي خليني اسالك السؤال بشكل تاني، لو الشيطان ده هاج هتعمل ايه؟ بيقول لها سهله، هجيب له شرموطه يركبها. بتقول له مش قصدي الهيجان ده يا ابن الاحمد،
التاني بتاع التدمير والتفجير بيقول لها سهله اوقفه بنفسي قبل ما يحصل حاجه. بتقول له المشي تمام يا فحل. بيجي تاني يوم وبتبدأ المعركة بين جوبتا وماسايوكي. بيكون ماسايوكي خايف فشخ، مش عارف هيطلع من اللي هو فيه ده ازاي. من الواضح كده ان ماسايوكي ده زارطة وبطل اونطا وبكش، والمهارة الفريدة بتاعته هي اللي مسهله له كل حاجة. بتبدأ المعركة بينهم. جوبتا بيحاول يهجم عليه لكن ماسايوكي مش بيتحرك، فبيرجع جوبتا ورا عشان بيبقى فاكره مجهز لهجوم. وسوكا بتقول ان ماسايوكي مش خايف من جوبتا ومستنيه يقرب علشان يشقه نصين، لكن في الحقيقة بيكون واقف وشاكك على نفسه. جوبتا بيقول طيب ما بدهاش بقى، انا هستخدم المهارة الجديدة اللي جات لي. نيميرو بيقول مهارة ايه؟ والنظام بيقول له مهارة الذئب الشيطاني، مهارة اكتسبها لما رانجا حشر نفسه في ظله واستدعاه، بتسمح لجوبتا انه يندمج مع رانجا. جوبتا بيستخدم المهارة وبيتحول لرانجا الفحل. اول ما ماسايوكي بيشوف الوضع كده بيقول محدش قال لي على الزنا ده. بيهجم جوبتا عليه، بيحاول ماسايوكي يقول له استنى انا هنسحب، لكن جوبتا بيطير حرفيا وبيدخل براسه في الحيطة اللي وراه، بيغمى عليه هو ورانجا حرفيا. واعتقد انتوا فهمتوا دلوقتي هي ماشية معاه ازاي، زي فكرة كينج في وان بانش مان، البطل الاقوى اللي هو كل مرة بيبقى في الوقت الغلط في المكان الغلط، وهو في الحقيقة اصلا عبيته على الله حكايته. الناس في المدرجات بيقعدوا يقولوا هو ده البطل الاسطوري ماسايوكي سرعة البرق، خلص عليه من غير حتى ما نشوفه بيحرك ايده او سلاحه. بتكون سوكا لسه هتعلن فوز ماسايوكي، لكنه بيقول لو عملت كده انا هدخل في معركة واحد ضد واحد مع سيد الشياطين. بيوقفها بسرعة وبيقول لها اعتقد اني خسرت في المعركة دي، جوبتا كان اقوى من الصعب تجنب هجومه، وعلشان كده انا شايف انه من الجنون ان ادخل في معركة ضد سيد شيطان. وبيسيبها وبيمشي. والناس في المدرجات بتبدا تقول انه مش عاوز يكشف مهارته الحقيقيه قدام سيد الشياطين، واللي يقول لك مش عاوز يخلص على ريميرو ويقل منه قدام رجالته في ارضه، واللي يقول لك راجل متواضع، وكل اللي موجودين بيقعدوا يهتفوا له. ريميرو بيقول ايه الزنا ده؟ النظام بيقول له ده بسبب المهاره بتاعته، بتسمح له انه يثير مشاعر الناس في عمليه سيطره عقليه شبه غسيل الدماغ، والقدره دي قويه جدا. ريميرو بيقول يبقى من الافضل انك تسيبه كصديق. بيستدعي سوي وبيقول له روح له وقول له ان انا عازمه على الغدا. بيروحوا المكتب عند ريميرو وبيقعدوا مع بعض. ريميرو بيقول له انه ياباني برضه واجى العالم دوت على شكل وحش، وبينزل له اكل ياباني. ماسايوكي بيقول له ده الاكله الاخيره، بيقول له يا عم اطفح وانت ساكت، وبيقعدوا يمارسوا الاكل. بعد ما بيخلص بيقول لريميرو انا مهتم اكون واحد من رجالتك. بيقول له ريميرو رجالتي انا يا ابني؟ بيقول له انا مش مهتم بلقب البطل اصلا، هي ماشيه معايا كده، والمثل بيقول لك طول ما المكنه شغاله ما تحط صباعك فيها. وبيقعد يشرح لريميرو المهاره الفريده بتاعته، وانه اصلا غلبان وعلى الله ومش عاجبه اللي هو فيه وعاوز يمشي جنب الحيط. بيقول له طيب يا فحل، بما انك ماشيه معاك اسهال وعمال تمثل انك بطل، ايه رايك تكون الوجه الاعلامي للمتاهه بتاعتنا؟ بيوافق على طول. بيجي اليوم الثالث والاخير من المهرجان اللي بيقدموا فيه المتاهه، وبالنسبه لريميرو دي الكريزه بتاعه المهرجان واللي هيجيب له فلوس بالعبيط. بتبدأ سوكا تعرف الفرق اللي هتشارك في الافتتاح، وأول فريق بيكون فريق الشرموط المجنح، والتاني الفريق بتاع إيرين، والفريق التالت بتاع ماسايوكي. بس قبل ما يبدأوا بيدخل جاي وبيقول لهم أنا عاوز أشارك. بعد كده بتطلع سوكا الكيس اللي مليان بعبيص، وبتقول لهم إن في أدوات سحرية معمولة علشان تساعدهم جوه، من ضمنهم أسورة لازم يشتروها كلهم قبل ما يدخلوا عشان لو حد مات جوه يقدر يرجع للحياة تاني. والأدوات دي مش بتشتغل غير جوه المتاهة بس. بتبدأ المسابقة وبيدخلوا كلهم المتاهة. بيكون الناس بره شايفينهم في شاشات كبيره. ريميرو عملها باستخدام سحر الضوء، وبيكون جازل والماشيا وكل اللي موجودين منبهرين بيها. بنشوف اول حاجه فريق الشرموط المجنح تايه ومش عارفين يروحوا فين. بعد كده بيقعوا في فخ حفره. وفريق ايرين بيكون ماشيه معاه اسهال وبيقدروا يتجنبوا كل الفخاخ ويوصلوا لصندوق كنز كمان. ريميرو بيقول غريبه قوي، وبيقول لراميريس انا شامم ريحه بنت احمد. بتقول له بريتا هي اللي فس. بيقول لها لا مش دي، انت قلت حاجه لايرين. بتقول له لا ابدا عيب عليك، انا اعمل كده برضه. بيقول لها قولي الحقيقه. بتقول له والله يا شبح البت جات له معاها حتتين جاتوه، قعدنا ضربناهم مع بعض وسالتني على كام حاجه كده في المتاهه وجاوبتها. بيقول لها يا بنت العبس. والفريق بتاع ماسايوكي بيكون وصل للطبق الرابع بكل سهوله علشان بتبقى ماشيه معاهم اسهال بسبب حظ ماسايوكي. وجاي بيكون بيجري في المتاهه كانه عارف المكان، والنظام بيقول لريميرو ده بسبب مهاره عنده بتخليه يعمل خريطه ذهنيه. بيوصل فريق ايرين لاوضه فيها خفافيش، وبعد ما بيموتوها بيدخلوا وبيلاقوا صندوق كنز ذهبي بيكون جواه سيف نادر جدا. ريميرو بيشكر لراميريس وبيقول لها يا بنت العرس ازاي تحط سيف زي دوت في الطبق الاول. وايرين بتستخدم الصفاره وبتخرج بره هي والفريق بتاعها، وبالنسبه لهم كده اتعشت. ماسايوكي بيوصل للطبق العاشر وبيدخل على الزعيم. الضبع المسحور بيهجم عليه وبيخلص عليه بضربه واحده، وماسايوكي بيروح يفتح الصندوق بيطلع منه خنجر ودرع وبيستخدم الصفاره وبيخرج. بعد كده بيوصل جاي للطبق العاشر لكن بيلاقي الزعيم مش موجود والصندوق مفتوح.
بيقول ميولماير ان الزعيم بيظهر كل 30 دقيقة من بعد موته والصندوق كمان. بيروح جاي لحرية الغابة المشرفة عليه وبيقول لها خلي الزعيم يظهر تاني. بتقول له هيظهر بعد 28 دقيقة. بيقول لها لا دلوقتي يا بنت العرس وبيسحب سيفه. بتقول له اما انك ابن مرة احبب صحيح، وبتطلع نباتات من الارض بتكتفه، وبتلغي وضع عدم الشعور بالالم من الاسوره، والزرع بيطلع خوابير بتبعبصه. بتقول له اعتذر، بيقول لها فاك يو، فبتطير راسه حرفيا. كل اللي في الكولسيوم بيتفاجئوا من قوتها وبيقولوا ازاي خلصت على مغامر من الرتبه ايه بالسهوله دي. ريميرو بيقول علشان كل الحريات بيتولدوا اصلا برتبه اعلى من ايه. بيخلص افتتاح المتاهه وريميرو بيقول لهم انها متاحه لكل المغامرين، واللي هيقدروا يوصلوا للطابق ال100 هيكون لهم الحق ان هم يتحدوه. وبيروحوا يكملوا احتفال علشان ده اخر يوم في المهرجان. وبيخلص كده مهرجان تمبس. بيجي تاني يوم والتجار بيكونوا واقفين مع ميولماير وبيقولوا له عاوزين فلوسنا يا ابن الاحبه. بيقول لهم قلت لكم تقدروا تاخدوا فلوسكم عادي وعملات تانية غير عمله دوله الاقزام. بيتدخل واحد وبيقول لهم اهدوا شويه يا فحول، دوله الوحوش مش هتحاول تهرب من سداد ديونها صح يا ميولماير؟ بيقول له مظبوط يا حضره الدوق ميوزي. بيقول له طب ما تريح التجار دول وادوهم فلوسهم حالا. بيوصل ريميرو وبيقول لهم لمؤاخذة يا فحول اتاخرت عليكم. بيقول له ميوزي ولا يهمك يا فحل، احب اعرفك بنفسي، انا ميوزي دوق مملكه جاستون. بيقول له ريميرو تشرفنا يا ابن المره، بس انا سامع قلق هنا ليه؟ بيقول له والله يا فحل التجار دول جولي ومعاهم مشكله، بيقولوا انكم مش عاوزين تدفعوا ليهم. بيقول له ريميرو المفروض عندنا فلوس تكفي الكل وزياده. بيقول له ميولماير مظبوط، بس هم مش عاوزين ياخدوا فلوسهم غير بالعمله بتاعه الاقزام. بيقول له ميوزي انت اكيد عارف ان اكتر عمله موثوقه هي عملة الأقزام، والتجار بيقولوا دي دولة وحوش مش هنتعامل غير بالعملة اللي بنثق فيها. بيقول ميوزي ريميرو لو أنت عندك مشكلة فأنا ممكن أقدم لك اقتراح، وبيضحك ضحكة شريرة. بنشوفه وهو واقف مع جرامبل وبيقول له أنا عاوزك تقرب من سيد الشياطين ريميرو وتخليه مدين ليك وتكسب ثقته. نرجع تاني وبيقول لريميرو أنا ممكن أوفر لك الكمية اللي أنت عاوزها من عملة الأقزام. بيقول له ريميرو لا كنت أمك كفي نفسك. بينادي على جلد، بيدخل وهو شايل فلوس التجار بعملة الأقزام. بيقول ميوزي هي العملات دي حقيقيه؟ بيقول له بنيمارو جرايه ابن العرس تقصد اننا مزورينها؟ وبيلاقي شيورو وديابلو بيبصوا له بصه كلها 6. بيقول لهم لا يا رجاله اسف ما اقصدش. بيقول له ريميرو تقدر تتاكد منها بنفسك لو انت شاكك فيها. بيطلب من واحد من التجار يشوفها. في نفس الوقت شونا بتوصل ومعاها مجموعه من الصحفيين من دول مختلفه. بتقول له كانوا عاوزين يكتبوا تقرير عنك وياخدوا منك كلمتين يا فحل. بيقول لها خليهم يتفضلوا. بيقول التاجر ان العملات حقيقيه والصحافه بيبداوا يصوروا اللي بيحصل. وريميرو بيقول لميولماير يدفع للتجار فلوسهم. بعد ما بيخلص بيقول ميوزي انت جبت الكميه دي كلها منين؟ بيقول له اسال امك وهي تقول لك. التجار بيشكروا ريميرو وبيقولوا له مش اخر مره هنشتغل مع بعض، انت راجل فل الفل يا فحل. لكن ريميرو بيقول لهم ده عندها وانت قاعد جنبها، احنا مفيش شغل بينا تاني. بيقول له ليه؟ بيقول لهم علشان انتوا لسه من شويه ما كنتوش واثقين في دوله وحوش وعاملين حكايه، احنا كمان مش عاوزين نشتغل مع حد مش واثق فينا، علشان كده مش مسموح لحد فيكم يجي يتاجر في البلد دي تاني. بيقول له ميوزي ده غيره غير مقبوله، الرجاله دول ما عملوش حاجه غير المطالبه بحقهم الشرعي وحقوقهم تحت القانون الدولي. بيقول له ريميرو انت فاهم الموضوع غلط، دولتي لسه ما انضمتش للمجلس، وبصراحه كنت امك على كنت المجلس، مش فارق معايا انضم له اصلا، عشان احنا هنا هنأسس اقتصاد جديد خاص بينا. والصحفيين بيبداوا يسجلوا ويصوروا اللي ريميرو بيقوله. بيبدا ميوزي يتوتر ويقول لهم ما انصحكوش تعملوا كده، انا عندي حل، انا ممكن اكون وسيط بينك وبين المجلس واللي انت عاوزه هنعمله. بيقول له ريميرو شكرا مش عاوز وبيسيبه وبيمشي. وبيقول له ميولماير كمل انت. بيقول لهم ميولماير يلا بقى كل واحد خد فلوسه يتفضل ينطر قبل كاش من هنا. بيرجع ريميرو يجتمع مع القاده بتوع الدول وبيشكر المشيا وجازل على وقفتهم جنبه. بيقول له ولا يهمك يا فحل. بيقول لهم ريميرو خلونا نشوف مين العقل المدبر اللي واقف ورا ميوزي، بعد اللي عملته مع ميوزي مش هيكون عنده خيار غير انه يظهر بنفسه. بعد كده بيقول لهم ريميرو حد عنده سؤال او استفسار؟ بيتجنن جازل وبيقول لريميرو ايه الشاشات الكبيره فشخ اللي كانت بتنقل كل حاجه بتحصل جوه المتاهه؟ تقنيه زي دي لو استخدمت في الحروب والمعارك هتغير كل حاجه. وبيطلب منه انه ينقل التكنولوجيا دي لدولته. والميشيا بتطلب برضه شويه حاجات شافتها في تمبس، وبتطلب من ريميرو انه ينفذ المشروع بتاع القطر السحري بين دولتها ودولته. بيقول لها هو لسه تحت التطوير والاختبار، ممكن تساعدينا بعلوم السحر من دولتك؟ دي حاجه ممكن تسرع من عمليه التطوير. بتقول له اكيد يا فحل. بيطلب يومه برضه بربط فالموس بمدينه دراجون علشان بيتاجروا مع بعض كتير. ريميرو بيفكر هنا في انشاء شبكه كبيره للقطوره بين الدول كلها تنقل البضاعه. الحاجه اللي كانت بتاخد 3 ايام علشان توصل في عربيه بحمار دلوقتي هتتنقل في 3 ساعات وكميات اكبر بكتير. وهيعملوا بولمون مركز تجمع التجارة بين كل الدول تيجي تنزل فيها البضاعة وترجع تتوزع تاني بين كل الدول. بتشوف جرامبل وماربل قاعدين وبتقول له فشل زي ما كنا متوقعين يا جدي. بيقول لها كل ده حصل بسبب ان ما دمرتش البلد دي من الاول. بتقول له انا مش بلومك،
انا شفت وسمعت وحسيت بكل ده، ريحة الثقافة اللي بترجع الذكريات والحنين. علشان كده بالظبط لازم ندمر البلد دي قبل ما الثقافة دي تنتشر في كل حتة. ما تقلقش، انا جشع، انا عاوزة كل حاجة وهاخد كل حاجة. نرجع تاني لريميرو وبيقول لهم حاجة أخيرة قبل ما نختم اليوم. عاوز اتكلم معاكم عن التجار الشرقيين. بيقول له جزيرة التجار الشرقيين، انا سامح لهم بدخول دراجون المسلحة بشكل مجاني، لكني براقبهم طول ما هم جوه الدولة. وبيقول فيوز انه نادرا لما بنشوفهم في بولموند. المشية بتقول لإيليلوت احنا عندنا منهم، بيقول لها نادرا، لكن كل ما هو اجنبي بيكون تحت الرقابه المشدده. يومو بيقول فالموس كانها بيتهم، منتشرين فيها زي الجراد، بس حاليا رازن بيدور عليهم وبيخلص عليهم واحد ورا التاني. ريميرو بيقول لي يوكي بالنسبه للنقابه هتعملوا ايه؟ بيقول له يوكي اعتقد هنخلي كل فرع ياخد قراره الخاص، لسه في مجموعه منهم بتمارس العمل بشكل طبيعي، مش هينفع نوقف التعامل كده مره واحده. بيقول له ريميرو فهمت، ويوكي بيقول له بس انا هديهم توجيهات انهم يراقبوهم ولو في حاجه يبلغوني. وهنادا بتقول له انهم في ريبيريوس وقفوا كل التعاملات والتجاره معاهم. يقول لها ريميرو ليه؟ بتقول له علشان حسينا انهم بيستغلونا وبيدبروا الحاجه، تحديدا واحد ابن عرس اسمه دامرادا. في ليله البرجس في حد دخل روبيريوس وانا كنت موجوده هناك، فما قدرش يعمل حاجه، لكن كان المفروض اليوم دوت اقابل دامرادا. بيقول لها جازل ده معناه انه في الغالب كان بيحاول يبعدك عن روبيريوس، احنا لازم نبني شبكه تحذير ومراقبه ضد التجار اللي من الشرق دول. بيقول له ريميرو قشطه، وبكده الاجتماع والمهرجان بينتهوا. بيجي الليل وريميرو بيجتمع برجالته وبيقول لهم خلاص كده ما عادش في شك، الشخص اللي كلايمان كان يقصده هو يوكي، عشان مجموعه قليله جدا من الناس اللي تعرف حكايه ناوشيزو. وهناك قالت ان التاجر الشرقي كان عنده فكره عن الموضوع ده، غير ان ميولان قالت انها ما سمعتش قبل كده عن حلف المهرجين. بيقول جلد كلايمان كان راجل ذكي جدا واعتقد انه خلى تعامله مع حلف المهرجين سري. بيقول له ريميرو بس تعامله مع التجار الشرقيين كان بشكل علني. بيقول ديابلو في الغالب حلف المهرجين ليه علاقه بالتجار الشرقيين. وبينيمارو بيقول في الغالب برضه ان لابلاس هو اللي قتل روي عشان هو الوحيد اللي ما كانش موجود في المعركه. بيقول له ريميرو مظبوط، يوكي اعترف انه مرتبط بالتجار الشرقيين. بيقول له بينيمارو تفتكر انه كان قاصد يعمل حرب بينك وبين هيناتا علشان يخلص منكم؟ بيقول له ريميرو سلطه الكنيسه الغربيه واقفه في طريق التجار الشرقيين واكيد ده كان هدفهم. المهم دلوقتي لازم نجهز نفسنا علشان اي تهديد يظهر لينا. وبكده يا فحول بيخلص الجزء ده كمان من انمي سلايم، وزي ما قلت لكم اللي فات تسخين واللي جاي الله المعين. ما تنساش اللايك والاشتراك وتدخل جروب الواتساب عشان تعرف اول ما انزل حلقه جديده ومواعيد كل حاجه، هتلاقي اللينك في الوصف. وبس كده، سلام.